ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفة المندي في الفرن. طريقة سهلة وطعم حلو. ومش بتاخد وقت خالص. لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة عبارة عن. معايا هنا الوراك طبعا غسلاها ونضفاها كويس ونقعها، ويعني عاملاها المحلول بتاعها. ضفت هنا ربع زيت، ليمونتين، البهارات بتاعتي ملح، فلفل، 7 بهارات، توم باودر، بصل باودر، بابريكا مدخنه. ما عندكيش بابريكا مدخنه استخدمي البابريكا العاديه مفيش مشكله، بس الافضل يعني عشان تدي طعم التدخينه في الفراخ. وهقولك على بديل دلوقتي ليه. ومعلقه صلصه ومعلقتين كاتشب ما تستغنيش عنه لانه بيدي مزازه وطعم حلو برضو. هبتدي هنا بعد ما خلطتهم كويس، هبتدي بقى ان انا امسك الفراخ بتاعتي واحده واحده ما بين الجلد واللحم كده، وادخل فيها التوابل كويس، وهسيبها في بره او في التلاجة على حسب، يعني من ساعتين ل4 ساعات. بحطها استريتش وبسيبها تاخد تتبيله كويسه، يعني تتبل كويس، عشان التتبيله دي تخش في اللحم وتدي طعم حلو كده. انا كنت خلاص اهيت خلصت الفراخ كلها بتاعتي، تبلتها الكميه اللي معايا دولت على قد 4 وراك. طبعا لو انت هزودي الكميه، يعني لو انت بتعملي اكتر زودي الكميه. انا هقول لكم على البهارات بالظبط انا استخدمتها قد ايه في صندوق الوصف. سبتها هنا، كنت سبتها وابتدي بقى ان انا اجهز الرز بتاعنا عشان ندخلها الفرن. هنا حطيت معلقه سمنه و2 لوري وحبهان، لو عندك مستكه حطي، تدي طعم حلو قوي، بس انا ما كانش عندي بصراحه. هسيبها بقى كده البهارات دي تدي تحميصه كده بسيطه، وهشم ريحتها. وبعد كده ابتدي اضيف البصل، ولو عندك جزر حطي جزر، بيدي طعم حلو قوي للرز البسمتي. وتقدري تستغني عن اللي هي بهارات الكبسة لو انت حطيتي جزر، لو انت ما عندكيش، لان الجزر بيدي مقرب للون يعني. انا كده حطيت البصلة، هسيبها بس تصفر حاجة بسيطة خالص، وابتدي بقى املح البصل بتاعي واديله البهارات، معلش البهارات الكبسة، واديهم تشويحة مع بعض، تشوحوا كويس وشم ريحتهم كده، لان التشويحة ديت بتعزز من البهارات بتاعتي قوي. في اي وصفة تحطي فيها بهارات اديها تشويحة، وبعد كده روحي ضيفي الحاجة بتاعتك، يعني تدي طعم حلو. هنا كده انا حطيت البهارات بتاعت الكبسة بتاعتي. انا بجيبها من عند العطار جاهزة، ولا بحط كركم ولا بحط اي حاجة تانية، هي بتبقى جاهزة كده. حطي لومي لو انت عندك برضو، واحدة عود قرفة لو متوفر، مش متوفر خلاص كده. بعد ما اديتها زي تشويحة صغنونة، هبتدي اضيف المية. انا مستخدمة كوباية رز بسمتي عليها كوبايتين مية. هبتدي اقلب واسيبها تغلي، ادوق الاول الملح بتاعها واسيبها تغلي. وهنا كنت غسلت الرز وضفته في الصينية بتاعتي. وهبتدي اضيف عليه المرقة اللي احنا عملناها بتاعت الرز، واقلبه. وهجيب ورقة فويل، ورقتين 3 كده، يعني ورقة ممكن تكون كبيرة طبقها مرتين 3. هنا عملت 2، يعني طبقت ورقة طبقتها 2، لقيتها يعني خفيفة، جاية احط واحدة تانية عليها. كل ما عشان بس تستحمل ان انت هتحطي الفراخ عليها فتستحمل. هبتدي بقى اخرمها بالسكينة واحط الفراخ ارصها زي ما انتم شايفين كده، عشان البخار يطلع بتاع الرز يطلع على الفراخ، والصوص بتاع الفراخ ينزل على الرز فبيدي طعم حلو. هبتدي كده ارصها واغطيها بورقة فويل، واكون مشغله الفرن قبلها، وهيبقى عالي على درجة مثلا 200-220 واول 10 دقايق. وبعد كده ابتدي اوطي عليه، خلي النار هادية عشان الرز يتشرب براحته والفراخ تستوي برضو كده. انا يعتبر كفنتها، فابتدي بقى ان انا ادخلها بقى الفرن، وهوريها لكم بعد ما تطلع تبقى عامله ازاي.
ديت بعد ما طلعت شايفين شكلها الفراخ عامله ازاي، والرز مستوي وطعمه حلو قوي. طبعا لو عندك بديل بقى البابريكا المدخنه، لو عندك فحم، لو عندك فحم ممكن تطفي فحمية في قلب الرز والفراخ، يعني تحطي الرز كده، شايفين الرز عامل ازاي، تحطي الفراخ في قلب الرز وتروحي جايه مدخناها بالفحمة وتقفليها شوية. دي طعم الفحم، وبتبقى طعمها حلو. لو ما عندكيش استخدمي البابريكا المدخنة، تدي برضو طعم اللحمة يعني طعم الفراخ بتبقى خليها مدخنة. هبتدي كده اضيف الرز، مكنتش عارفة امسك الكاميرا بصراحة، يعني ما كنتش عارفة اعمل الكاميرا كويس، سامحوني. كده هبتدي بقى ان انا احط الفراخ بتاعتي، ارصها دايبة وطعمها حلو قوي. لو جربتيها يعني لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها، وتغيير في الاكل بصراحة. كده انا رصيتها وطعمها حلو، والفراخ مستوية، الفراخ مستوية قوي معايا زي ما انتم شايفين كده، بتبقى مستوية وطعمها حلو. اتمنى تجربوها، واشوفكم على خير في فيديو جديد.